بتقوم تدخل اوضتك وتنسى كنت داخل ليه، رايحه المطبخ وتنسي كنت هتعملي ايه، تمسك الموبايل وتتوه معاه وتنسى نفسك، بتحس بخمول ودماغك تقيله ومفيش اي دافع للحركه وتسرح وتنسى مواعيدك، بتبتدي تذاكر او تشتغل وبعد دقايق دماغك وتفكيرك يهربوا منك، الكلام بيتقال قدامك كانك مش سامع المعلومه بتطير ولا كانك شفتها ولا مرت عليك. طب استنى واسمعني في ثواني ويلا اعمل فولو ولايك وشير عشان يوصلك كل جديد. في الحقيقه اللي عندك ده مش ضعف ذاكره عادي ولا كسل في الدماغ زي ما ناس كتيره فاكره، والحاله اللي عندك دي اسمها تشتت انتباه وضعف تركيز، ودي بيبقى فيها المخ مش قادر يجمع المعلومه ولا يربط بين الاحداث زي الاول، ولو استهترت بيها بتكبر يوم بعد يوم لحد ما توصل لمرحله تفقد فيها الادراك والحماس، تبدا حياتك كلها تخرج عن السيطره، تفقد شغلك دراستك حتى علاقاتك وتفقد ثقتك في نفسك. ويلا بقى ركزي في الفيديو عشان تحمي نفسك وتطمن على اللي حواليك. المخ شغال بشبكه معقده من الخلايا العصبيه بتتواصل مع بعضها بالنواقل العصبيه زي الدوبامين والاسيتيلكولين، لما النواقل تقل المخ يبدا يفصل، الاشارات تضعف، المعلومه ما توصلش كامله. يعني انت شفتها بس دماغك ما حفظتهاش، ومع الاسباب اللي بتزودها الجزء المسؤول عن الذاكره القصيره الهيبوكامبس بيتعب، لما تيجي تفتكر تلاقي المعلومه مش موجوده اصلا، وده اللي بيخلي التركيز يضعف والادراك يقل والنسيان يزيد. والاسباب كتيره، قله النوم وخصوصا لما تنام متاخر، المخ بيعيد فرز المعلومات اثناء النوم، التوتر المستمر والقلق والاكتئاب، الادمان المستمر على السوشيال ميديا ده بيخلي المخ متعود على المعلومه السريعه، الوجبات السريعه والسكريات بزياده وسوء التغذيه، نقص الحديد وفيتامين د وفيتامين بي 12 والمغنيسيوم والاوميجا 3، قله شرب الميه، المخ اول عضو بيتاثر بالجفاف، الموبايل قبل النوم بيأثر على افراز الميلاتونين ويشتت الذاكره، حاله فرط الحركه وقله الانتباه ADHD، ودي حاله اضطراب عصبي سلوكي بتيجي في الطفوله بتخلي الطفل ينسى بسرعه، بيقطع في الكلام ومش بيعرف يكمل حاجه للاخر، مندفع وسريع الملل. وفي الصيدليه بتجيلي حالات كتيره بتقول لي نفس الاعراض، لو انت واحد منهم يكتب لي في الكومنتات قله تركيز. طالب ثانوي بيقول لي بفتح الكتاب بعد 10 دقائق بحس اني مش فاهم ولا كلمه، حاسس ان بقرا في الصفحه ونسيت اولها. طلبنا تحاليل طلع عنده نقص فيتامينات حديد وفيتامين بي 12 وفيتامين د، وطلع نومه متلخبط وما بيشربش ميه كتير. موظفه بتنسى الموبايل او المفاتيح في البيت او الشغل، طلعت بتسهر لحد الفجر قدام الموبايل او اللاب وبتاكل سكريات كتيره. ام جايه تشتكي بتقول ابني بيتحرك كتير ومش بيركز ولا دقيقه، طلع عنده فرط حركه وقله انتباه. كل الحالات دي ما كانوش عارفين عندهم ايه، وجهناهم وسمعوا الكلام واخدوا من النصايح ومشوا على العلاج وهم دلوقتي احسن. حدد لنفسك هدف واحد في اليوم مش 10، خد بالك التركيز ده مهاره تتدرب عليها مش زرار بتدوس عليه. نام من 6 ل 8 ساعات يوميا في نفس الميعاد حتى في يوم الاجازه. مارس التامل او الصلاه بخشوع او ذكر يهدي. وخد المعلومه دي، استخدم طريقه البومودورو، كل 25 دقيقه تركيز 5 دقائق راحه. نظم يومك، وقت شغل ووقت نوم ووقت راحه وصلاه. ابعد عن التدخين والتوتر والقلق والعصبيه المستمره. امشي او مارس رياضه خفيفه يوميا حتى لو 15 دقيقه. كل اكل صحي قوي الذاكره والتركيز، زود من الفاكهه والخضار، المكسرات، عين الجمل واللوز والشوفان والتمر والعسل، السبانخ والبروكلي والبيض والكركم والتوت والعنب الاسود، العسل الاسود والافوكادو والزبيب والدارك شوكليت بس باعتدال، الاسماك زي التونه والسلمون غنيه بالاوميجا 3، اشرب ميه كتير حتى لو مش عطشان، ومشروبات تزود التركيز، القهوه باعتدال، سكر خفيف، والشاي الاخضر والكاكاو الخام، النعناع والزنجبيل والقرفه والشوفان او لبن دافي بالعسل، عصير البرتقال وعصير الجزر وعصير البنجر. مفيش دواء سحري بس ممكن تستعمل مكملات تحتوي على حديد، فيتامين بي 12، فيتامين د، مغنيسيوم، اوميجا 3، مكملات تحتوي على النواقل العصبيه الجابا والدوبامين. لو عايز تعرف الادويه اللي بتساعد في تحسين حاله قله التركيز والتشتت والانتباه او فرط الحركه، اكتب لي في الكومنتات قله تركيز او فرط حركه. لو استهونت بحاله التشتت النهارده بكره هتنسى حاجات اكبر. دماغك لو اتعودت على الفوضى هتنسى حتى نفسك في وسط الزحمه. ابدا النهارده قبل ما دماغك تقول لك مش قادر اكمل. اهمالك في التركيز مش رفاهيه، الذاكره لو ضعفت حياتك كلها تتعطل. ابدا من دلوقتي صلح عاداتك، لان اللي بيبتدي بنسيان بسيط ممكن ينتهي بعزله وتوهان. تابع روشته حياه واسمع العلم وخد نصايحك ومعلوماتك مع صيدلاني زون دكتور محمود مسعد. اعمل فولو لايك وشير للفيديو، يمكن تصحصح حد محتاج يفوق. شكرا.